السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا. وحدة السجلات تدعو المستخدمين للإيفاء بمستندات متكاملة. دعم مالي ل100 جهة محتاجة في مديرية قدايف. توتر في القدس وغارات إسرائيلية في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ. بوريس جونسون في زيارة للهند محورها التجارة والحرب في أوكرانيا. محكمة بريطانية تسمح رسميا بتسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة. من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم بمستشفيات الإقليم الأوسط صارت إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا وهو قادم من عد قيح، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9734، شفي منهم 9630 وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى مريض واحد العلاج في المستشفى. وزارة الصحة 21 من إبريل لعام 2022. دعا مسؤول وحدة السجلات في الإقليم الأوسط السيد تسفلت هبتا ميكيل المستفيدين من خدمات وحدة السجلات الإيفاء بمستندات متكاملة ومنظمة. وذكر السيد تسفلت أن وظيفة الوحدة هي الاستقبال وليس التشريع، لذلك يجب على طالبي الخدمة الحضور بمستندات متكاملة ومنظمة من إدارة المديرية. وقال السيد تسفلت أن شكاوى المستفيدين من خدمات الوحدة من عملية التردد ناتجة عن عدم اكتمال المستندات المنظمة، ولا تقبل المستندات التي لم تستوفي المعلومات الكاملة، داعيا الوكلاء أيضا لإيفاء كامل المتطلبات بخصوص مستندات موكليهم. وذكر بأن وحدة السجلات في إدارة الإقليم الأوسط تقدم الخدمات ل 150 إلى 200 مواطن يوميا، إضافة إلى الذين يعانون من مشاكل صحية واضحة وأصحاب المواعيد السابقة، مشيرا إلى وضع برنامج استثماري فيما يتعلق بالقدرات البشرية وأجهزة العمل للمزيد من الفعالية والإنجاز. وطالب المستفيدون من خدمة الوحدة التعرف على أسباب المواعيد الطويلة وإيجاد حلول ناجعة لها، ومنح اهتمام أكبر للمعلومات المطلوبة من المستفيدين. قدم المواطنون المقيمون في أمريكا وكندا دعما ماليا بقيمة 100,000 نقفة ل100 أسرة شهيد وأسرة محتاجة بمناسبة عيد القيام والفطر. وقالت مدير المديرية السيد تبلس تولي في مراسم توزيع الدعم المالي التي جرت في 21 من إبريل أن مساعدات الجهات المحتاجة تعتبر من قيم الشعب الإريتريي الراسخة، مشيدة بمقدمي الدعم المالي. وأوضحت مدير ضاحية الإكسبو السيدة وين مسفن تحديد الجهات المحتاجة حسب مناطقهم، مناشدة المواطنين الآخرين القيام بمساهمات مماثلة. وذكر منسق برنامج الدعم المالي عن إجراء مساهمات مماثلة للتصدي لفيروس كورونا، داعين استمرارية هذا العمل النبيل بطرق أكثر تنظيما وحسبه مواطنين آخرين. كرمت كلية ماينفعل للعلوم 278 طالبا أحرزوا نقاط أعلى من 3.25 وما فوقها خلال النصف الأول من العام الدراسي 2021-2022. وقال عميد الكلية البروفيسور جبرايس كودوم في مراسم توزيع شهادات التكريم المنتظمة في 20 من إبريل الجاري أن 209 من الطلاب المكرمين هم من طلاب السنة الأولى، و69 طالبا من طلاب السنوات الثانية والثالثة والرابعة في مجالات علم الأحياء والرياضيات والفيزياء والكيمياء والإحصائيات. وذكر البروفيسور جبراي أن 36.5% من طلاب السنة الأولى المكرمين هن من الطالبات، و52% من مكرمي السنوات الثانية والثالثة والرابعة هن أيضا من الطالبات،
مشيرا إلى ارتفاع منافستهم في كافة المجالات دون الاكتفاء بالمشاركة فقط. وأشار إلى أن العام الدراسي 2021-2022 أقل عام دراسي يشهد نسبة رسوب قليلة لدى طلاب السنة الثانية وما فوقها، وهنأ طلاب المسجلين النقاط العالية مناشدين الطلاب الآخرين الاستفادة الجيدة من وقتهم وحظهم بالطلاب المتفوقين. وأفاد المتخرجون بأن التشجيع الذي استحقوه يدفع المزيد من الجهود والنجاحات، متعهدين بتحقيق نتائج عالية. ورغم أن برنامج تكريم الطلاب المتفوقين بدأ في كلية مينفحي للعلوم خلال العام الدراسي 2019-2018، إلا أن فعاليته لم تنظم خلال العام الدراسي 2019-2020 جراء جائحة كوفيد-19. أفاد المزارعون الناشطون في تنمية البستنة المروية على ضفاف أودية حداي وموعي وأتكالات بمديرية نغفة أن المساعي الحسيسة التي يبذلونها لرفع الإنتاج بدأت تأتي أكلها. وأوضحوا بأن العمل الجاد ساهم في رفع إنتاجهم وتحسين حياتهم الاقتصادية. وأردفوا قائلين أن أنشطتهم الجارية بقدرات محدودة ظلت تلعب دورا كبيرا في تلبية طلبات الأسواق المحلية، مناشدين وزارة الزراعة لدعمهم بالإرشادات المهنية والبذور المحسنة بهدف مضاعفة إنتاجهم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الخميس تنفيذ غارات جوية على مناطق في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ في أكبر التصعيد بين الطرفين منذ الحرب الأخيرة التي شهدتها غزة واستمرت 11 يوما العام الماضي. وافادت الشرطة الإسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من غزة سقط في حقل في بلدة سيدورت الإسرائيلية من دون أن يسفر عن إصابات. ورد الطيران الإسرائيلي بشن غارات جوية عدة استهدفت وسط قطاع غزة وفق شهود ومصدر أمني، ما دفع بالمسلحين الفلسطينيين في القطاع المحاصر إلى إطلاق 4 صواريخ أخرى. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته استهدفت موقعا عسكريا وأنفاقا تحتوي على مواد كيميائية أولية تستخدم في تصنيع محركات الصواريخ. من جانبها أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أنها أطلقت صواريخ أرض جو على طائرات حربية إسرائيلية. وجاء هذا التصعيد بعد نحو شهر من التوتر في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية. وترتكز التوتر في القدس في محيط المسجد الأقصى احتجاجا على ما يقوم به يهود بينهم مستوطنين من زيارات لباحات المسجد تتم في أوقات محددة وضمن شروط. حط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الهند في زيارة تستغرق يومين وتتمحور في مناقشات تجارية واستراتيجية، لكن من المستبعد أن تدفع نظيره الهندي إلى الخروج عن تحفظه في دعم التدابير الغربية ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. ووصل جونسون إلى ولاية جوجرات الغربية التي ينحدر منها رئيس الوزراء الهندي، حيث يلتقي رؤساء شركات ويقوم بجولة ثقافية على مدينة أحمد آباد التاريخية، مسقط رأس نصف سكان بريطانيا من ذوي الأصول الهندية. ويجد بوريس جونسون للتخلص من فضيحة الحفلات المقامة في مقر رئاسة الحكومة خلافا للقيود المفروضة لحد انتشار كوفيد-19، ما أدى إلى تقريمه وتقديمه اعتذارا علنيا وإطلاق دعوات لاستقالته. وقد أرجيت هذه السفرة إلى الهند مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وباتت لفترة وجيزة هذا الأسبوع موضع تساؤل بسبب التصويت المزمع إجراؤه ودعوات المعارضة إلى استقالة الزعيم المحافظ. غير أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة فعلا ولا يجوز تأجيله بعد مرة وفق مصادر
بريطانية. سمح القضاء البريطاني رسميا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة التي تسعى إلى محاكمته بتهمة التجسس بعد سنوات من الخلاف القضائي. وفي السياق أصدرت محكمة ويست مينستر في لندن أمرا رسميا بتسليم، وأصبح الأمر الآن متروكا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي بيتل للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا. وتريد الولايات المتحدة محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من العام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية لا سيما في العراق وأفغانستان. وفي حال حكم في الولايات المتحدة يواجه أسانج عقوبة السجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطيرا للغاية على حرية الصحافة. تذكير بأهم العناوين: إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا. وحدة السجلات تدعو المستخدمين للإفاء بمستندات متكاملة. دعم مالي ل100 جهة محتاجة في مديرية قدايف. توتر في القدس وقرارات إسرائيلية في قطاع غزة. بوريس جونسون في زيارة للهند محورها التجارة والحرب في أوكرانيا. محكمة بريطانية تسمح رسميا بتسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.